السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل أو يا مساء الجمال على عيونكم حبايب قلبي. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل كشري الاسكندراني التحفة ده ما شاء الله. غسلنا البطاطس كده، جبت البطاطس اللي هي الوسط دي زي ما احنا شايفين، وغسلتها حلو طبعا. وانتوا بتعرفوا تغسلوا، بتعرفوا تعملوا كل حاجة، فانا حضرت كل حاجة عشان ما اطولش الفيديو. حضرنا الرز، طبعا الرز على حسب أفراد أسرتك. هتعملي نص كيلو رز، هتعملي ربع كيلو، اللي طبعا على حسب أفراد أسرتنا بنعمل. نزلت بالرز والعدس كده على بعض، ولازم ايه أعمله على بعضه كده قبل ما أحط عليه المية، لأن أنا بحب العدس أكتر شوية من الرز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا يجعلها جمعة مباركة عليكم يا حبايبي، وعليكم وعلى حبايبكم يا رب العالمين. نزلت طبعا بالرز على العدس زي ما احنا شايفين كده. الكشري الاسكندراني ده يا ولاد ما شاء الله حلو جدا، مع السلطة بقى، مع البصل الأخضر، مع البطاطس المقلية والبيض. متاح بيض ماشي، مش متاح عندك البطاطس المسلوقة ومحمرة اللي هي الصوابع، عادي خالص. وشوية بتنجان بقى كده بالدقة والثوم. عايزة أقول لكم بتودي الأكل كله بيروح في حتة تانية خالص. أنا بحب الأكلة دي بصراحة، مش عارفة بقى انتوا زيي ولا لأ. بحب العدس أوي، وبحب العدس شوربة، وبحبه كشري ما شاء الله. فامبارح بقى كنت انا زي ما انتوا عارفين احنا صايمين بقى، كل سنة وانتوا طيبين عشان رجب. يا رب يجعل ايامنا كلها مباركة يا رب، ويسعد ايامكم ويفرحكم باولادكم يا رب العالمين. نزلت طبعا هنا، مش حابة اطول عليكم، نزلت هنا بمعلقة السمنة البلدي على شوية زيت، وغسلت العدس ورحت نازلة بيه على طول، او الكشري بتاعنا ورحت نازلة بيه على طول. انا بشوف ناس بتغسل العدس لوحده والرز لوحده، لا انا لازم ادربه، عشان انا بقى زي ما قلت لكم بحب العدس اكتر شويه من الرز. فبعرف بقى القيمه بتاعته او المقدار بتاعه، وانا بدربه على بعض كده، فكل واحد بطريقته بقى على حسب هو بيعمل ازاي. ادينا له تشويحة في السمنة البلدي كده، وكانت المية طبعا غليت جنبي في الكاتل، رحت نازلة بالمية على طول، نفس المية اللي انتوا شايفينها دي. يا دوب نغطي الرز زي ما احنا شايفين يا اولاد كده. وهديت عليه النار، مجرد ما غلي هديت عليه النار، وهنشوف دلوقتي في الفيديو ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اكلة سهلة وبسيطة، وما فيش اسرع من كده ومفيش اطعم من كده. الايام كتير يا اولاد، والكل يوم عايز اكل. هنا بقى حمرت البطاطس زي ما احنا شايفينها كده. جبت شوية دقيق على شوية نشا، وقلت اما ايه، اما اعملها النهاردة بدقيق ونشا كده. فلقيت الطريقة اللي انت بتحمريها من غير احلى بكتير على فكرة، يعني ما فرقتش، بس شربت زيت وخلاص، والزيت راح كله دقيق ونشا. فلا الطريقة بتاعتنا اللي هي العادية خالص، عادية عادي خالص، هي حمراها في الزيت وبس كده. فحمرت البتنجان هو كمان، يعني البتنجان عملته في طاسة تانية عشان المغرب خلاص كان هيأذن. ما شربش زيت، ما شربش زيت خلاص. كنت انا قطعت قبل ما ابدأ بشوية، قطعته وحطيت عليه شوية ملح، حطيته في المصفى نزل المية بتاعته. ما شاء الله ما شربش زيت يا ولاد خالص، البطاطس هي اللي شربت زيت. مش عارفة نوع البطاطس بقى، مش عارفة، الله أعلم. ممكن بيكون من نوع البطاطس هي اللي بتشرب زيت كتير، لأن أكتر الأيام بتجيبي بطاطس، أنا جربت بطاطس كتير ما كنت بعملها صوابع ما كانتش بتشرب زيت خالص. فدي ما شاء الله شربت زيت، مش عارفة ليه. المهم الأكل بتاعنا خلص ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. والسلطة والبصل بقى، عايزة أقول لكم الأكلة كانت تحفة ما شاء الله. بألف هنا وشفا طبعا للي أكل. يا رب يجعلها أيامكم كلها أيام خير وبركة، والحمد لله في رعاية الله يا حبايب قلبي.